أهلا ومرحبا بكم في قناة أبو نور وسيف المصري. لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك ودوس إعجاب واضغط على الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي طلاب الصف الأول الإعدادي مع مراجعة ليلة الامتحان. نبدأ كده مع بعض. السؤال الأول بيقول: تعتبر النباتات من الكائنات، النباتات كائنات منتجة وينفع برضو نقول له ذاتية التغذية، بينما الفطريات من الكائنات المحللة. يقدر الوزن بوحدة نيوتن بينما الشغل بوحدة الجول. سيارة تقطع مسافة 100 متر خلال 10 ثواني فإنها بتتحرك بسرعة كام؟ هقول له السرعة بتساوي المسافة على الزمن. المسافة كام يا ولاد؟ 100 على الزمن كام؟ 10. لما نقسم 100 على 10 تطلع كام؟ 10. 10 ايه بقى؟ لا 10 كيلو. عندك هنا المسافة بالمتر والزمن بالثانية، يبقى اقول له 10 ايه؟ متر على الثانية. متر على الثانية. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي: يتركب الكروموسوم من خيطين يسمى كل منهما كروماتيد متصلين عند السنترومير. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. يتفاعل حمض الهيدروكلوريك اللي هو HCl مع هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH مكونا ملح وأكسجين. غلط، ملح وإيه؟ ومية. بدل أكسجين أقول له مية. عند سقوط جسم لأسفل تقل طاقة وضعه. لما الجسم ينزل لتحت معناه إن الارتفاع بإيه؟ بيقل. طب لما الارتفاع بيقل طاقة الوضع بتقل؟ لا. لما الارتفاع بيقل طاقة الوضع بتقل؟ صح، لأن طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. يبقى عند سقوط جسم الأسفل تقل طاقة وضعه. صح. طاقة حركة الجسم الساكن بتساوي صفر. صح، لأن سرعته صفر. أنا عندي طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. العلاقة بين النحل والأزهار علاقة تبادل منفعة. صح. اذكر مثال لكائنات تشغل قاعدة الهرم. هي قاعدة الهرم بتبقى كائنات ايه؟ منتجة. هو عايز مثال بقى، يبقى اقول له كائنات منتجة زي مين؟ الطحالب والعشب والنباتات. طيب عايز ملح محلوله متعادل التأثير على شريطي دوار الشمس. ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم. عايز قلوي بيوصل الكهرباء بصورة جيدة. قلوي يعني فيه OH. مين القلوي اللي بيوصل الكهرباء كويس؟ هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم اللي هو NaOH. هيدروكسيد الصوديوم. هيدروكسيد بالدال. هيدروكسيد الصوديوم اللي هو بالانجليزي NaOH. طيب عايز سلوكيات غريزية. حاجة غريزية زي مين؟ هجرة الطيور والرضاعة. الاثنين دول يعتبروا سلوكيات ايه يا اولاد؟ غريزية. طيب بيقول لي: ماذا يحدث عند، والسؤال ده مهم، عند قذف جسم الأعلى بالنسبة لطاقة الوضع وطاقة الحركة؟ لما احدف جسمي لفوق الارتفاع بإيه؟ بيزيد. يبقى طاقة الوضع بتزيد، يبقى طاقة الوضع تزداد. طاقة الوضع تزداد. طيب وطاقة الحركة بتقل، يبقى طاقة الوضع بتزيد لأن الارتفاع بيزيد، وطاقة الحركة بتقل. ليه بتقل يا ولاد؟ لأن السرعة بتقل. لما أحدف جسم لفوق السرعة بتقل، وأنا عندي طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع، لكن طاقة الحركة نص الكتلة في مربع السرعة. طيب احسب ارتفاع جسم كتلته 6 كيلو جرام عندما تكون طاقة وضعه 180 جول، علما بأن شدة مجال الجاذبية بتساوي 10. المرة دي عايز مين؟ عايز الارتفاع ومديني طاقة الوضع، يبقى اشتغل بطريقة مين؟ المثلث. صح كده؟ هو عايز مين هنا بقى؟
احسب الارتفاع، احسب الارتفاع. طيب الارتفاع بيساوي مين بقى؟ طاقة الوضع، طاقة الوضع على مين تحت يا أولاد؟ الكتلة في شدة مجال الجاذبية. ما هي الكتلة في شدة مجال الجاذبية اللي هي مين؟ اللي هي الوزن. اللي هي مين يا بابا؟ الوزن. معلش من الصورة دي. هقولها كمان مرة. الارتفاع بيساوي طاقة الوضع. المفروض كنت قلت على مين يا أولاد؟ كنت قلت طاقة الوضع على الوزن، صح؟ طب الوزن مش موجود. طب ما هو الوزن بيساوي مين؟ الكتلة في شدة مجال الجاذبية. يبقى يساوي طاقة الوضع على الكتلة في شدة مجال الجاذبية. يبقى فوق طاقة الوضع، فوق طاقة الوضع شرط الكسر تحتيها الكتلة في شدة مجال مين؟ الكتلة في شدة مجال الجاذبية. طب طاقة الوضع بكام فوق يا أولاد؟ 180. طاقة الوضع مديها لك في المسألة بكام؟ 180 على 6 في 10. الكتلة كام تحت؟ 6 في شدة مجال الجاذبية 10. يبقى 180 فوق وتحت 6 في 10. طبعا 6 في 10 ب 60 صح؟ ال 180 لما اقسمها على 60 تطلع فيها كام؟ فيها 3. هتساوي كام في الآخر؟ 3. 3 جول. 3 ايه؟ ده ارتفاع صح؟ الارتفاع انا بحسبه بالايه يا اولاد؟ الجول. وحدة قياس الارتفاع بالمتر. الارتفاع بمين؟ بالمتر. يبقى اقول له 3 متر. 3 مين؟ 3 متر. نجيب النموذج الثاني. استخرج الكلمة المختلفة ثم اذكر ما يربط بين باقي الكلمات. عصف الرياح وجريان المية والأحماض والتمدد والانكماش. مين الكلمة المختلفة؟ التمدد والانكماش. لا، الأحماض. وبقت طب والرياح والمية والتمدد والانكماش دي أسباب التجوية الميكانيكية. يبقى نشيل الأحماض والباقيين أسباب التجوية الميكانيكية. طيب تاني سؤال بيقول لك الكلور والنيتروجين والأكسجين والهيدروجين. مين الكلمة المختلفة؟ الكلور Cl2. عشان الكلور ده يا ولاد كان بيزيل اللون خالص، لكن التانيين النيتروجين والاكسجين والهيدروجين لا يؤثر على دوار الشمس. والباقي لا يؤثر الباقي لا يؤثر على دوار الشمس. يعني بين قوسين لا يؤثر يعني ايه يا ولاد؟ يعني متعادل. بين قوسين كده ايه؟ متعادل. يلا يا بشوي. السؤال اللي بعده. عندك كبريتات النحاس الزرقاء وكلوريد النيكل الاخضر وكلوريد الفضه الابيض وكربونات الصوديوم البيضاء. مين الكلمة المختلفة هنا؟ كلوريد الفضة. والباقي كلوريد الفضة. الباقي يزول. ليه؟ عشان كلوريد الفضة ما بيدوبش، يبقى الباقيين ايه؟ تذوب في الماء. كل الأسئلة دي طبعا احنا واخدينها في ملزمة المراجعة الايه؟ الشاملة. طيب دولفين بيلعب الكرة، نوم الخفاش مقلوب، السباحة في المية، تعلم طفل الايه؟ المشي. تعلم طفل المشي. مين في دول مختلف؟ نوم الخفاش في وضع مقلوب. والباقيين صفات مكتسبة. الصفات المكتسبة دي اللي ينفع أي حد تاني يعلمها له غير باباه ومامته. تمام؟ لكن طبعا نوم الخفاش مقلوب دي كانت سلوكيات ايه؟ غريزية. برضو كانت معانا في الملزمة المراجعة الشاملة. كل الأسئلة كانت معانا في المراجعة الشاملة. صنف ما يأتي إلى صفات وراثية ومكتسبة وسلوكية. يلا الرضاعة الطبيعية تعتبر ايه؟ سلوكيات غريزية. طيب الشعر المجعد صفات وراثية. طب العضلات القوية صفات مكتسبة. ماذا يحدث عند زيادة عدد الكائنات المستهلكة الأولية. المستهلكة الأولية دي زي مين؟ زي الغزالة كده. لما الكائنات المستهلكة الأولية اللي هي الغزالة تزيد، الكائنات المنتجة زي النبات يحصل لها ايه؟ تقل الكائنات المنتجة. عشان الغزلان مثلا هتاكل نباتات أكتر، تقل الكائنات المنتجة. تمام كده؟ طيب والمستهلكة السنوية اللي هي الأسود اللي بتاكل الغزالة مثلا يحصل لها ايه؟ تزداد المستهلكة السنوية. يبقى تقل المنتجة
وتزداد المستهلكة السنوية. برضو السؤال ده كان معانا في ملزمة المراجعة الشاملة لو احنا فاكرين. طيب مرور كرة بندول بموضع سكونها بالنسبة لطاقة الحركة. الجسم لما يمر بموضع سكونه سرعته بتزيد، وما دام سرعته بتزيد يبقى طاقة حركته بيحصل لها ايه؟ تزداد طاقة الحركة. اكتب يا بابا تزداد طاقة حركته. صح وغلط. لا ترتبط الكائنات الحية بعلاقات غذائية فيما بينها. غلط، ترتبط. عندنا افتراس ومعايشة وتبادل منفعة وإفادة اللي هي المعايشة والتنافس. تحتاج عملية التبخير والتكاثف اللي هي التكثف يعني إلى فقدان حرارة. غلط. كلمة التبخير غلط. التكثف هي اللي محتاجة فقد حرارة، لكن التبخير محتاجة ارتفاع. تمام كده؟ أو ممكن أشيل كلمة التبخر وأكتب مكانها كلمة الإيه؟ التجمد. الصيغة الكيميائية الحمض الكبريتوز H2SO4. غلط، ده مش حمض الكبريتوز، ده حمض مين؟ الكبريتيك. حط خط تحت الكبريتوز وخليها الكبريتيك. طيب تعتبر طفرة تشوه العمود الفقري من الطفرات المميتة؟ لا غلط، دي مضرة مش مميتة. المميتة اللي هي كانت ضمور العضلات. اذكر أهمية كل من. حمض الهيدروكلوريك اللي بتفرزه المعدة بيساعد في ايه؟ هضم الطعام، هضم البروتين، بيهضم البروتين يا ولاد. هضم الطعام بين قوسين البروتين. طيب ايه فايدة الأدلة؟ ايه فايدة الأدلة الكيميائية؟ التمييز بين الأحماض والقلويات والمواد المتعادلة. التمييز أو ممكن أقول له التفرقة أو ممكن أقول له الكشف، هما الثلاثة بنفس المعنى. الكشف عن الأحماض والقلويات والمواد المتعادلة. تعرف المادة دي حمض ولا قلوي ولا متعادل. طيب فايدة الجينات. ايه فايدة الجينات؟ مسؤولة عن ظهور الصفات الوراثية. الجينات مسؤولة عن ظهور الصفات الوراثية. طيب السؤال اللي بعده اللي مش واضح دوت بيقول لي ايه يا استاذ؟ إذا أثرت قوة مقدارها 100 نيوتن، يبقى القوة 100 على جسم ساكن، فتحرك إزاحة يعني مسافة مقدارها 2 متر في نفس اتجاه تأثير القوة. احسب الشغل. الشغل بيساوي ايه يا ولاد؟ القوة في الإزاحة. يلا نكتب تحت الشغل بيساوي. الشغل بيساوي القوة في الإزاحة. طيب القوة عندك كام في المسألة يا ولاد؟ 100. في الإزاحة بكام؟ 2. يبقى 100 في 2 لما اضرب 100 في 2 تطلع كام؟ 200. 200 ايه؟ ده شغل. الشغل يبقى بالايه؟ بالجول. الشغل والطاقة بالجول. القانون يا ولاد، القانون عليه درجة، الحسابات عليها درجة، وحدة القياس عليها درجة. يبقى لما اكتب مسألة اكتب القوانين واكتب الخطوات ووحدة القياس. النموذج الثالث، تقسم أنواع الصخور تبعا لكيفية تكوينها. لما يقول كلمة صخور بس حسب طريقة تكوينها، كيفية تكوينها. لكن لو كان قال لي تقسم الصخور النارية كنت بقسمها حسب مكان وجودها، يا ترى تحت الأرض جوفية ولا فوق الأرض يعني سطحية. لكن هنا قال الصخور يبقى حسب طريقة تكوينها. كل مما يأتي من أمثلة الكائنات المستهلكة، كل ده مستهلك ما عدا مين؟ ما عدا الطحالب منتجة. العمليتان اللتان تحدثان عند أي درجة حرارة هما عملية التبخر والتكثيف. التبخير والتكثيف عند أي درجة حرارة. توصل العالمان بايدل وتاتم من خلال التجارب إلى فرضية جين واحد إنزيم واحد، اللي هي آلية عمل الجين، جين واحد وإنزيم إيه؟ واحد. اذكر أهمية كل من مسحوق كربونات الكالسيوم. إيه فايدة كربونات الكالسيوم؟ عمل جبيرة
كربونات الكالسيوم ده اللي هو الجير يا ولاد او الطباشير. عمل جبيره لعلاج كسور العظام. طب ايه اهميه انتاج دجاج بدون ريش؟ توفير الطاقه المستخدمه في التبريد. توفير الطاقه المستخدمه في التبريد. طيب ايه فايده جهاز البي اتش ميتر؟ نفس الكلام، ها، التفرقه او التمييز بين الاحماض والقلويات والمواد المتعادله. بيفرق او بيميز بين الاحماض والقلويات والمواد المتعادله. طب ايه فايده الجرافيت؟ الجرافيت اللي هو الكربون كنا بنستخدمه فين؟ صناعه العمود الجاف اللي هو الحجر بتاع الريموت او بتاع السخان. صناعه العمود الجاف. ما العلاقة الغذائية بين كل من؟ عايز العلاقة ما بين نبات الدايونيا والحشرات. علاقة ايه؟ افتراس. الدايونيا ده نباتات مفترسة. طيب الزقزاق والتمساح؟ معايشة. طبعا كنت بسمي الزقزاق متعايش والتمساح بسميه مضيف. مسألة، جسم كتلته كام؟ 5. جسم كتلته كام؟ جسم كتلته 5 كيلو جرام على ارتفاع كام؟ 5 متر. يبقى مديني الكتلة والارتفاع. طب وطاقة الحركة كام؟ 60 جول. احسب طاقة الوضع. طاقة الوضع بتساوي الكتلة في الارتفاع. لا، طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. طاقة الوضع بتساوي مين يا ولاد؟ ها؟ اكتب يلا. طاقة الوضع بتساوي الوزن في الارتفاع. طب هنا يا ولاد مش مديني الوزن، صح؟ مش مديني الوزن، مش كده؟ امال مديني مين؟ الكتلة. يبقى ممكن اشيل الكتلة، اشيل الوزن واكتب بدل الوزن حاجتين. هو الوزن كان بيساوي مين؟ كان بيساوي الكتلة في شدة مجال الايه؟ الجاذبية. يلا نكتب جنبها بيساوي كمان مرة. بدل كلمة الوزن في يا حبيبي انت كاتب على بدل الوزن في الارتفاع بقى اقول له مين؟ الكتلة في شدة مجال الجاذبية في الارتفاع. 3 حاجات بقى. بدل كلمة وزن في ارتفاع هنعوض عنها بكام حاجة؟ 3 حاجات. اكتب كده في الآخر بيساوي الكتلة في شدة مجال الجاذبية في الارتفاع. طب يلا نعوض. الكتلة كام؟ 5 كيلو جرام. لازم الكتلة يا ولاد تبقى بالكيلو جرام. الشدة 10. في شدة مجال الجاذبية 10. في الارتفاع كام؟ 5. طبعا 5 في 10 ب50. 50 في 5 ب250. 250 ايه بقى؟ دي طاقة وضع. الطاقة بالايه؟ بالجول. 5 في 10 في 5 ب50. استنى يا بابا، 250 جول. عايز ايه كمان؟ عايز الطاقة الميكانيكية. طب هي الطاقة الميكانيكية بتساوي ايه؟ الطاقة الميكانيكية بتساوي مين؟ طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. اكتب جنب الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. عندهم 50 و60. طاقة الوضع زائد طاقة مين؟ الحركة. طيب طاقة الوضع بكام يا أستاذ؟ 250. طاقة الوضع احنا لسه حاسبينها في الخطوة اللي فاتت بكام؟ 250 زي 60. زائد طاقة الحركة مديها لي في المسألة بكام؟ 60. طاقة الحركة 60. 250 و60 يطلع 310. طيب 310 ايه بقى؟ دي طاقة تبقى بالايه؟ بالجول. يبقى 310 جول. النموذج الرابع. اكتب اسماء المركبات التالية. عايز اسم المركب وعايز ايه كمان؟ ونوعه. يبقى عايز حاجتين، عايز اسمه ونوعه. اول واحد ده اتش بي ار. اتش بي ار اللي هو مين؟ حمض الهيدروبروميك. هيدروبروميك. حمض الهيدروبروميك.
طيب نوعه ايه يا اولاد؟ حمضي. اكتب شرطه كده جنبها حمض. ده يا اولاد يفكرنا بحمض الهيدروكلوريك، فاكرينه؟ اللي هو HCl، بس بدل CL حطيت BR، يبقى بدل ما كان اسمه هيدروكلوريك بقى اسمه ايه؟ هيدروبروميك. طب LiOH هيدروكسيد الليثيوم. هيدروكسيد الليثيوم. قلوي. طيب وما دام في OH يبقى ايه؟ قلوي. قلوي. اللي فيه OH بسميه قلوي. خلاص؟ أكمل ما يأتي. تسمى أكاسيد الفلزات بالأكاسيد القاعدية. قاعدية يعني بتزرق دوار الشمس. بينما أكاسيد اللافلزات أكاسيد حامضية. كل الأسئلة دي يا أولاد موجودة في ملزمة المراجعة الشاملة وموجودة في ملزمة المراجعة بتاعت الناس اللي بتفهم. تتوقف طاقة الوضع الجسم الوزن على والارتفاع. الوزن والارتفاع. كسر أرجل الثعلب دي تعتبر صفة إيه؟ صفة وراثية عشان بياخدها من الآباء للأبناء. بينما طرود الأسد دي صفة إيه؟ مكتسبة. صفة مكتسبة يعني أي حد ينفع يعلمها له، ما بياخدهاش من باباه ومن مامته. الصيغة الجزيئية لهيدروكسيد الكالسيوم. هيدروكسيد الكالسيوم، لا الكالسيوم Ca. Ca. هيدروكسيد الكالسيوم Ca، السي كابيتال والاي سمول، OH، واحط الOH جوه قوس واكتب تحتها كام؟ 2. 2 كل 2 باي 2. خلاص؟ يبقى هيدروكسيد الكالسيوم صيغتها ايه؟ ها؟ Ca. هيدروكسيد الكالسيوم يا ولاد صيغتها ايه؟ ها؟ CaOH باي 2 اهي عندك في الدايره الصغيره اهي CaOH باي 2. طيب حمض الهيدروكبريتيك يعني هيدروجين مع كبريت H2S اهي. معايا كده يا بابا؟ خلاص؟ بس يا رجاله بس كده حبيبي مش عارفه ايه. يلا السؤال اللي بعده وصلنا رقم كام؟ مش مشكله عادي. اذكر اهميه. اذكر اهميه حمض اللاكتيك. يمد العضلات بالطاقه عند نقص الاكسجين. حمض اللاكتيك فوق يمد العضلات بالطاقه، بيمد العضلات بالطاقة عند نقص الأكسجين. صح وغلط؟ يمثل المية العذبة 97% من المية. غلط. أمال المية العذبة كام في المية؟ 3%. يبقى بدل 97 أقول له 3%. تمام؟ أو ممكن بدل ما أقول العذبة أقول له مين؟ الملح. طيب ولادة أم سوداء البشرة لابن أمهق تعتبر طفرة مستحدثة؟ غلط، دي حاجة طبيعية يبقى اسمها تلقائية. وجود الهيكل اللي بيغطي جسم السلحفة يعتبر صفة وراثية؟ صح، اكتسبتها من الآباء. التجوية الكروية أحد صور التجوية الميكانيكية؟ غلط، دي أحد صور التجوية الإيه؟ الكيميائية. إضافة الحمض العينة من الحجر الجيري، إيه اللي يحصل لما نحط حمض على حجر جيري؟ جدع يا فكري، يحدث فوران. لما نحط على الحجر الجيري حمض زي حمض الهيدروكلوريك مثلا بيتفاعلوا مع بعض، يحدث فوران ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. ما هو الحجر الجيري ده اسمه كربونات كالسيوم، لما نحط عليه الحمض بيطلع ثاني أكسيد كربون. تاخدوها في ثالثة إعدادي إن شاء الله. طب لما يزيد عدد الكترونات التكافؤ بالنسبه للفلز بتزداد الاول الرابطه الايه؟ تزداد الرابطه، قوه الرابطه الفلزيه، تزداد قوه الرابطه الفلزيه، تزداد قوه الرابطه الفلزيه والصلابه ودرجه الانصهار. ماذا يحدث عند؟ قلناها دي خلاص؟ ماشي. اذكر الدور الذي قام به العلماء ها جرجر مندل. عمل ايه مندل؟ مؤسس علم الوراثة.
مؤسس علم مين يا ولاد؟ الوراثة. اخترع الجهاز رقم هيدروجين. طب سورينسون اخترع الجهاز رقم هيدروجين. ابتكر طريقة البي اتش اللي هي الأس الهيدروجيني أو الرقم الهيدروجيني. ابتكر طريقة البي اتش للتفرقة بين الأحماض والقلويات والمواد المتعادلة. ابتكر الرقم الهيدروجيني. ماشي. ابتكر الرقم الهيدروجيني اللي هو البي اتش. ابتكر الرقم الهيدروجيني اللي هو البي اتش للتفرقة ما بين الأحماض والقلويات والمواد المتعادلة. النموذج الخامس، اكتب المصطلح العلمي. علاقة غذائية يستفيد منها أحد الفردين ولا يستفيد الآخر ولا يتضر. الثاني ولا استفاد ولا اتضر، يبقى مين؟ المعايشة. رقم 2، تفتيت وكسر الصخور بس دون حدوث تغير في تركيبها الكيميائي. كلمة تفتيت يعني تجوية، صح؟ طيب وكلمة دون تغير تركيبها الكيميائي يبقى دي تجوية ايه؟ ميكانيكية. تجوية ميكانيكية. طيب نقل الفتات الصخري من عملية التجوية، عملية نقل الفتات من عملية التعرية بعيدا عن المناطق اللي اتنقلت منها، نقل يبقى عملية ايه؟ التعرية. قوة التجاذب بين أيونات الفلز الموجبة وسحابة إلكترونات التكافؤ الرابطة الفلزية. علل لما يأتي. العلاقة بين النحل والأزهار تبادل منفعة. ليه تبادل منفعة؟ لأن كلاهما يستفيد. وابدأ أشرحها له بقى جنبها. هقول له إيه بقى؟ النحل يستفيد الرحيق لأن كلاهما يستفيد. النحل يستفيد الرحيق. طيب والأزهار يا ولاد استفادت إيه؟ التلقيح. والأزهار تستفيد بالتلقيح اللي هي بتنقل حبوب اللقاح عشان النبات يطلع الثمار بتاعته. طيب بيقول لك تعد درجة الغليان خاصية مميزة للمادة وليس التبخر. ليه درجة الغليان خاصية مميزة للمادة؟ لأن كل مادة لها درجة غليان. لأن كل مادة لها درجة غليان تختلف عن المواد الأخرى. يعني مثلا المية بتغلي عند درجة 100، يبقى اللي يغلي عند 100 ده مية. الزيت مثلا عند 240، يبقى اللي يغلي عند 240 ده مين؟ زيت. لأن لكل مادة درجة غليان تختلف عن المواد الأخرى، بينما التبخر يتم عند أي درجة حرارة. التبخر بيحصل فين يا ولاد؟ عند أي درجة حرارة. عادي لو قلنا لأن درجة الغليان يعني بتبقى عند درجة 100 ده. لا ده المية بس هي اللي عند 100. كل مادة لها درجة غليان غير الثانية، لأن لكل مادة درجة غليان مختلفة عن المواد الأخرى. أنا قصدي يعني تمام؟ هو ما قالش المية، هو ما حددش. أنا بقول لأن درجة الغليان لها درجة حرارة معينة. ما هي دي اللي احنا قلناها. طيب استخرج الكلمة المختلفة فيما يأتي. يلا. عندك هيدروكلوريك وكبريتيك مين المختلفة؟ وصلنا فين يا رجالة؟ استخرج كلمة مختلفة. وصلنا سؤال ايه؟ خليك معايا يا بابا. قلنا حمض الهيدروكلوريك والكبريتيك والهيدروبروميك وحمض الكبريتيك. هنشيل مين يا ولاد؟ لا ركز معايا. هنشيل الكبريتيك. طب والباقيين احماض لا اكسجينيه. الباقيين احماض لا اكسجينيه، ال HCl وال HBr وال H2S. تمام؟ لكن حمض الكبريتيك ده H2SO4 كان احماض اكسجين. مديها لكم في ملزمه المراجعه الشامله بالرموز بتاعتهم. طيب السطر الثاني نشيل مين؟ رخام. عندك بازلت وعندك جرانيت وعندك خفاف. مين المختلف؟ الرخام. تمام صح. صخور نارية. والباقيين صخور ايه؟ ناريه. طيب اللي بعديها طاقة الحركة والكتلة والارتفاع والسرعة. أشيل مين يا ولاد؟ الارتفاع.
طب الباقيين بقى قانون طاقة اقول له طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع مين؟ السرعة، اللي هو القانون بتاع طاقة الحركة. طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. 4 أشيل مين؟ هنشيل الصوديوم. طب والأكسجين والكربون والنيتروجين؟ قوية. لا، فلزات. الصوديوم فلز عشان آخر واحد، لكن الأكسجين والكربون والنيتروجين لا فلزات عشان عندهم أكتر من 4. تمام؟ الأكسجين O826، الكربون C624، النيتروجين N725. أي هذه الكائنات غير ذات التغذية؟ نعم. مين في دول غير ذات التغذية؟ نعم. النحل. النحل لا يصنع غذاءه بنفسه. الأيون الذي تزداد في نسبته في المحلول عند إذابة أكسيد حامضي في المية، ما دام أكسيد حامضي يبقى بيدي أحماض، يبقى اتش موجب. رقاد الدجاج على البيض يا محمد يا وائل، ها بقول لك رقاد الدجاج على البيض ده يعتبر ايه؟ الفراخ لما بترقد على البيض يا اولاد دي تعتبر ايه؟ سلوكيات غريزيه. المسافه والزمن، اخر سؤال. المسافه والزمن دول العاملين اللي بيأثروا على مين؟ بيأثروا على مين؟ على السرعه. مش السرعه كانت بتساوي المسافه وعلى الزمن؟ يبقى المسافه والزمن بيأثروا على مين؟ على السرعه. نموذج كام يا اولاد؟ النموذج السادس. يلا بيقول لي صوب ما تحته خط. إذا تحرك جسم 50 متر شمالا، مشي 50 متر لفوق، ثم عاد 30، رجع منهم كام؟ 30 جنوبا. تكون الإزاحة يعني بعد قد إيه؟ بعد قد إيه؟ مشي 50 رجع منهم 30، يبقى بعد قد إيه؟ 20 متر. إيه بقى؟ شمالا. يبقى تكون إزاحته 20 متر، واكتب جنبها شمالا. النحاس كم في المية من سبيكة البرونز؟ 95. تعد طفرة تحمل سكر اللاكتوز في الجسم من الطفرات مين؟ تلقائية. بس زي انت قلت طفرة مميتة نعم، المميتة يا حبيبي اللي هي ضمور العضلات. انت قلتها. والضرة اللي هي بتاعة تشوه العمود الفقري. طيب طاقة وضع جسم وزنه 80. طاقة الوضع بتساوي الوزن كام يا ولاد؟ الوزن هنا 30 يوجد على ارتفاع 5 متر. هو عايز مين كده؟ عايز طاقة الوضع. هي طاقة الوضع بتساوي مين؟ الوزن في الارتفاع. الوزن 30 في 5 ب150. الصفر بينزل و3 في 5 ب15 يبقى 150. 150 ايه بقى يا استاذ؟ جول. اختر الإجابة الصحيحة. أي الغازات الآتية بيزرق شريط دوار الشمس؟ مين اللي بيزرق؟ القلوي صح؟ مين في دول قلوي؟ النشادر NH3. CO2 يا أبو حميد ده ثاني أكسيد كربون، ده حامضي بيدي حمض كربوني، لكن Cl بيزيل اللون خالص. طيب عند قذف كرة رأسية لأعلى، لما أحذف الكرة لفوق، الطاقة الميكانيكية جدع، الطاقة الميكانيكية يا ولاد تظل ثابتة. لو طلعت أو نزلت الطاقة الميكانيكية مالها ثابتة. ليه؟ لأن النقص في طاقة الوضع هيقابله زيادة في طاقة مين؟ الحركة. اللي الوضع تقله الحركة بتزيد، والعكس. لكن الميكانيكية دايما إيه؟ ثابتة. لو جمعناهم على بعض تطلع ثابتة. فاكرين المثال بتاع 10 لما قلنا فوق 10 الوضع 10 والحركة 0 والميكانيكية 10، لما نزلنا شوية بقت الوضع 8. طب في الاثنين بقوا طاقة إيه؟ حركة. لو جمعنا ال8 والاثنين هيطلعوا برضو كام؟ 10. لما انزل تحت خالص عند الارض الوضع بقت 0 عشان الارتفاع 0. طب الحركه بكام؟ ب10. لو جمعنا الاثنين هيبقوا كام برضو؟ يبقى الميكانيكيه ثابته. والسؤال ده مهم وبيجي في الامتحانات. اي الارقام الاتيه تعبر عن الرقم الهيدروجيني المحلول كلوريد الصوديوم؟ كلوريد الصوديوم ده بيجي من حمض قوي مع قاعده قويه. الكلور Cl قويه والNa قويه، يبقى يحصل بينهم تعادل، يبقى البي اتش تطلع بكام؟ ب7. برضو كان في ملزمه المراجعه الشامله. أي الكائنات التالية بيشغل المستوى الأول في السلسلة الغذائية؟ المستوى الأول بيبقى كائنات إيه؟ منتجة. مين في دول يا أستاذ منتجة؟ الحشائش.
اذكر مثال لعنصر يكون لا فلز سائل. البروم. البروم بالميم، ومحدش يقول الزئبق عشان هو عايز لا فلز مش عايز فلز. خلاص؟ السؤال ده بيجي على هيئه اختر ساعات ويجيب لك في الاول الزئبق عشان يوقعك. طبعا الناس اللي من بره انا اعمل لكم ملزمه فيها الاسئله دي. عايز نبات مفترس. نبات مين؟ الدايونيا. الدايونيا. محدش يقول الاسد، الاسد مش نبات، الاسد ده حيوان، هو عايز نبات مفترس. وبرضه السؤالين دول مهمين وبيجوا في الامتحانات وبيوقعوا. علل لما ياتي لا يصلح دليل دوار الشمس عشان اميز بين الاحماض القويه والضعيفه. ليه؟ لانه بيعطي مع كلاهما اللون الايه؟ الاحمر. لانه يعطي مع كلاهما. هيا رشاد بيدي معاهم هما الاثنين اللون مين؟ اللون الاحمر، لانه يعطي مع كلاهما اللون الاحمر. تمام كده يا ولاد؟ طيب بلورات الصخور الناريه الجوفيه دي اللي هي تحت الارض، البلورات بتاعتها بتكون كبيره الحجم. ها اللي تحت الارض دي اللي هي الماجما مش طالعه بسرعه ولا طالعه بالبطيء؟ ها طالعه بالايه؟ بالبطيء. يبقى ليه بلوراتها كبيره؟ ها لان تبريدها بطيء وخشنه. لان تبريدها ايه يا ولاد؟ ها لان تبريدها بطيء وخشنه. طيب يقول لك السؤال الاخير بقى. احسب سرعه قطار يقطع مسافه قدرها 300 كيلو متر في زمن قدره كم ساعه؟ 4 ساعات. صح؟ عايز مين يا ولاد؟ عايز السرعه. هي السرعه بتساوي ايه يا استاذ؟ يلا نكتب القانون الاول. السرعه بتساوي المسافه فوق على الزمن تحت. المسافه على الزمن. السرعه بتساوي المسافه على الزمن. طيب المسافه كام يا ابو حميد؟ 300 كيلو متر على الزمن كام تحت؟ لما تقسم ال 300 على 4 تطلع 75. طب 75 ايه بقى يا استاذ؟ لا متر على الساعة. لا بجيبها من الحاجات هو مديني المسافه بالكيلومتر والزمن بالهور اللي هي الساعه، يبقى اقول له كام بقى؟ 75 ايه بقى؟ كيلو متر على الساعه. 75 كيلو متر على مين؟ الساعه، اللي هي بالانجليزي كي ام على الاتش. كي ام على مين يا ولاد؟ اللي هي كيلومتر على الساعه. كيلومتر بير هاور. يلا النموذج السابع، ركز معايا فكري. بيقول لي من امثله علاقه المعايشه. المعايشه مين ومين؟ التمساح وطائر مين يا ولاد؟ الزقزاق. عمليه التعريه ليها اثار نافعه. ايه الاثار النافعه بتاعت النافعه؟ تكوين الدلتا. طيب والاثار الضاره؟ تآكل الشواطئ. النافعه لما بتكون دلتا، تمام؟ والضاره يبقى قلنا يا ولاد الاثار النافعه للتعريه تكوين الدلتا، والضاره ان هي بتسبب تآكل مين؟ الشواطئ. تبدا السلاسل الغذائيه بكائنات منتجه وتنتهي بكائنات محلله. الثمره الموجوده فوق غصن الشجره فوق عندها طاقه ايه؟ وضع. طيب هتتحول لايه بقى عند سقوطها؟ هتتحول لطاقه ايه؟ حركه. اكتب الاسم الكيميائي لكل مركب وحدد نوعه. يلا ال H2SO4 ده اسمه ايه؟ اسمه حمض الكبريتيك. حمض مين؟ الكبريتيك. طب نوعه ايه؟ اكتب جنبها بين قوسين نوعه ايه؟ حمض. طب ال NaOH؟ هيدروكسيد الصوديوم. اللي كانت جايه من شويه كانت هيدروكسيد ليثيوم، ده هيدروكسيد الصوديوم. طيب ما دام في OH يبقى نوعه ايه يا اولاد؟ قلوي. كل الاسئله دي واخدينها في ملزمه المراجعه الشامله. معايا كده؟ اكتب مصطلح علمي. عنصر فلز سائل جيد التوصيل للحراره. مين الفلز السائل؟ الزئبق. مش كل الفلزات جيد التوصيل للحراره، عشان كده بنحطه في الترمومتر. مقياس من 0 ل 14 الرقم الهيدروجيني، واكتب جنبها كده البي اتش.
افراد الجماعات، ها الجماعات بتكون ايه؟ افراد الجماعات الحيويه. مجتمع ايه؟ حيوي. مجتمع حيوي. او من نفس النوع. حط خط يا ولاد تحت الجماعات. يبقى افراد الجماعات تدينا مجتمع حيوي. المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن دي مين؟ دي السرعه. صنف الصخور. البازلت ده صخور ايه؟ ناريه. طب ناريه ايه يا ولاد؟ ناري سطحي. اكتب تحتها كده، تحت ناريه اكتب تحتها ناريه سطحيه. طيب الكوارتزيت متحول. كان عندنا الرخام والكوارتزيت هما الاثنين ايه؟ متحول. طب الحجر الرملي او الحجر الجيري او الحجر الطيني دول كانوا ايه يا ولاد؟ كانوا رسوب. خدنا الكلام ده في المراجعه الشامله فاكرين؟ طيب ما العلاقه الغذائيه بين كل من الدب القطبي والفقم؟ علاقه ايه؟ افتراس. طب الطيور اللي بتقف على ظهر الحيوانات دي علاقه ايه؟ معايشة. معايشه. زي طبعا مين؟ التمساح والزقزاق، وزي الغزاله والعصفوره اللي كانت واقفه على ظهرها. ما الذي يمثله الشكل؟ فين الشكل ده يا استاذ؟ الشكل ده عباره عن ايه؟ ده تركيب مين؟ تركيب الكروموسوم. ما الذي يمثله الشكل؟ اقول له تركيب الكروموسوم. كان في اخر صفحه في ملزمه المراجعه الشامله فاكرين؟ تركيب الكروموسوم. طيب رقم واحد بقى نكتب البيانات على رسم. رقم واحد ده ايه؟ كروماتيد. هو مشاور على واحد بس يا ابو حميد. يبقى واحد كروماتيد. طب اتنين، رقم اتنين دي مين؟ السنترو بالسين، سنترومير. كنا بنقول الكروموسوم كان بيتكون من 2 كروماتيد متوصلين من عند مين؟ السنترومير. كون سلسلة غذائية. أي سلسلة لازم تبدأ بكائنات إيه يا ولاد؟ منتجة. يلا نبدأ بمين بقى؟ حشائش. ما أعملش شرطة بقى، أمال أعمل إيه؟ أعمل سهم بيشاور ناحية مين؟ الشمال. يبقى أقول له إيه بقى؟ وريني كده. فأر ثعبان. فأر هياكل الحشائش، هياكلها الفأر، تمام كده؟ وبعدين الفار هياكله تعبان، والتعبان هياكله الصقر، والصقر في الاخر هتاكله مين؟ البكتيريا اللي هي الكائنات مين؟ المحلله. تمام كده؟ يبقى ما ننساش يا اولاد علامه الايه؟ السهم اهي. تمام؟ يبقى نبدا بمين؟ الحشائش، بعديها ياكلها مين؟ الفار، ياكله تعبان، ياكله الصقر، تاكله مين؟ البكتيريا. يبقى اعملها بالاسهم كده، ما اعملهاش بالايه؟ بالخطوط. خلاص؟ حشائش، فأر، ثعبان، صقر، بكتيريا. تمام كده؟ ارجع تاني. النموذج الأخير. النموذج الكام بقى؟ التاني. النموذج التاني. يلا بيقول لي فوق خالص اكتب المصطلح العلمي. مركبات أيونية بتنتج من تفاعل الحمض مع القلوي. دي مين؟ الأملاح. طيب مساحة طبيعية بتتكون من كائنات حية وغير حية. النظام البيئي. عملية فقد النبات للمية في صورة بخار ماء. عملية النتح. مجموع طاقتي الوضع والحركة. الطاقة الميكانيكية. يبقى التاني يا ولاد قلنا الأولى حمض مع قلوي يدي ملح. مساحة طبيعية يبقى نظام بيئي. فقد النبات المية النتح. مجموع الوضع والحركة الطاقة الميكانيكية. مسألة. جسم كتلته 10 كيلو جرام وسرعته 3 وطاقة الوضع 50. عايز مين؟ طاقة الحركة. هقول له ايه يا استاذ؟ نص الكتلة. هقول له طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع. نص الكتلة. يلا نكتب نص الكتلة في مربع السرعة. طاقة الحركة بتساوي بتساوي ايه؟ نص الكتلة. طاقة الحركة نص الكتلة في مربع السرعة. كلمة مربع السرعة يعني السرعة مضروبة في نفسها كم مرة؟ يلا نبدأ. نص في 10 في الكتلة بكام؟ الكتلة كام؟ 10 في السرعة كام؟ 3 في 3 بس في مربع يعني مضروبة في نفسها كم مرة؟ مرتين. يبقى نص في 10 في 3 في 3 45. تمام كده؟ 3 في 3 بكام؟ 9.
ونص العشرة 5 5 5 في 9 5 في 9 45 45 جول. 45 ايه يا استاذ؟ جول. 45 ايه يا اولاد؟ جول جول. عشان دي طاقة. طاقة ميكانيكية مجموعة تمام؟ الكتل يبقى تاني طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة، يعني نص في 10 كتلة 10 في 3 في 3 يطلع 45 ايه جول. جول. طب الطاقة الميكانيكية بتساوي ايه؟ ولا زائد الحركة. الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد الحركة. طاقة الوضع زائد الحركة زائد طاقة الحركة. طاقة طاقة الحركة. مين؟ الحركة. يبقى الميكانيكية بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة. طيب طاقة الوضع بكام يا ولاد؟ 50 جول. هو مديها في المسألة فوق بكام؟ 50 جول. 50 زائد طاقة الحركة كام؟ 45. احنا لسه حاسبينها كام؟ 45. 95. 50 و45 يبقى كام؟ 95 جول. 95 جول. 95 ايه يا استاذ؟ جول. 95 جول. تمام كده؟ تمام. طيب نرجع تاني. السؤال اللي بعده كان بيقول ايه؟ اكتب الصيغة الجزيئية للمركبات التالية. أول حمض مين؟ النيتريك. حمض النيتريك. حمض يبقى فيه اتش على الشمال. اتش على الشمال. نيتريك NO3. يبقى حمض النيتريك HNO3. اكسيد الالومنيوم. الأمونيوم. NH4O. اللي بعديه بقى هيدروكسيد الأمونيوم مش الألمونيوم. الأمونيوم دي مجموعة ذرية صيغتها NH4. طب والهيدروكسيد OH، ودي تكافؤ أحادي ودوء أحادي فما بنعملش حاجة. خلاص؟ يبقى حمض النيتريك HNO3، هيدروكسيد الأمونيوم NH4OH. تمام كده؟ هراجعهم كده يلا، اللي عايز يراجع عليهم ويراجع المسألة اللي فوق. ماشي كده؟ تمام؟ NH4 هنا في 4. اكتبي تحت الاتش هنا 4. هتيجي هنا يبقى بخط كبير كده واضح NH4 NH4OH. خلاص يا رجاله؟ كتبتها يا بابا؟ تمام؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ أكمل ما يأتي. توصل مندل إلى أن كل صفة وراثية بيتحكم فيها زوج من العوامل الوراثية. بيتحكم فيها زوج من العوامل الوراثية. عرفت فيما بعد باسم زوج من العوامل الوراثية، عرفت فيما بعد باسم الايه؟ الجينات. طيب يعتبر صخر مين من الصخور المتحولة؟ مين صخر متحول؟ قلنا عندنا 2، الرخام وينفع مين كمان؟ الكوارتزيت. اكتبي الرخام وينفع فوقها الكوارتزيت. بينما صخر مين من صخور نارية بس سطحية. سطحية كان عندنا مين؟ البازلت ومين كمان؟ والخفاف. طيب تذوب الأحماض في الماء وتعطي أيونات. الحمض بيدي أيونات مين؟ الهيدروجين المجابة. الهيدروجين المجابة. يتركب الكروموسوم كيميائيا من، الكروموسوم بيتكون كيميائيا من بروتين وحمض نووي اسمه ايه؟ DNA. خد بالك الحروف كلها كابيتال، دي كابيتال، ان كابيتال، الاي كابيتال. DNA، الان كابيتال. الان كابيتال يعني كبيره. ايوه، والاي برضه كابيتال. الحمض النووي اللي هو مين؟ DNA. تمام كده ماشي مظبوط. خلاص يا اولاد؟ ده اختصار للحمض الديوكسي نيوكليك اسيد. DNA ديوكسي نيوكليك اسيد. وصلنا رقم كام؟ د 5. تذوب القلويات في الماء وتعطي ايونات الهيدروكسيد السالبه OH سالب. الهيدروكسيد السالبه اللي هي OH ايه؟ سالب. العنصر اللافلز جيد التوصيل للكهرباء. مين اللي بيوصل الكهرباء؟ الكربون اللي هو بين قوسين الجرافيت. طيب الكربون دوت بستخدمه في صناعة مين؟ العمود الجاف، وينفع برضه يا اولاد البطاريات. العمود الجاف او العمود الكهربي والبطاريات. نسيج العنكبوت، نسيج العنكبوت وخيوطه يعد مثالا لسلوكيات غريزية. دي حاجة اتعلمها من باباه ومامته.
بينما تعلم اللغة لما انت تتعلم انجليزي او فرنساوي اللغة دي صفات ايه؟ مكتسبة. اذكر اهمية كل من لبن المغنيسيا ايوه يعالج حموضة المعدة. علاج حموضة المعدة. لبن المغنيسيا يا اولاد اللي هو مين؟ هيدروكسيد المغنيسيوم. هيدروكسيد المغنيسيوم ده بيعالج حموضة المعدة. الاحتواء على هيدروكسيد المغنيسيوم عايز يعالج حموضة المعدة. هيدروكسيد المغنيسيوم قلوي بيعالج حموضة المعدة. طيب كرة الهدم الفولاذية كنا بنستخدمها فين؟ هدم هدم الجدران والحوائط والمباني. دي كرة مصنوعة من الفولاذ بتستخدم لهدم الجدران والمباني. تمام كده؟ اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يوفقكم ان شاء الله، نشد حيلنا نذاكر الملزمه كويس. تمام. لو حبينا نستزيد او حاجه هنرجع لملزمه المراجعه الشامله او نرجع لملزمه طلاب الخارج اللي هننزلها ان شاء الله اخر النهار على الجروب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المشاهد لو عجبك الفيديو اعمل اشتراك ودوس اعجاب واضغط على الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد.